السلام عليكم. كنت باغية نوري لكم هاد الجديات اللي شريناهم. هذا جدي وملهي هاي اختو، يعني شريناهم كتوسيع للمشروع ان شاء الله. راح يكون توسيع بالمشروع بهاد الجديان والدجاج ان شاء الله. يعني نصيحة مني للماكسات في البيت اللي عندهم كما نقولوا اللي عندهم الوسع، يعني يديروا ماكم خاسرين والو منها، ياكلوا لكم الخضر ومنها تنتفعوا بهم. يعني إذا ما بعتوهمش عباس عليهم، يعني تبيعوهم لحمهم ولا تبيعوهم مذبوحين ولا تبيعوهم الحليب، تبيعوهم يعني بزاف منافع منهم. حتى الدجاج يعني فيه منافع. وبالنسبة للدجاج كنت حابة نوضح واحد القضية اللي هي قضية كي ديروا مشروع تاع الدجاج تبيعوا البيض. يعني البيض راه عنده يعني كذا يوم ويفسد. يعني كنصيحة مني لما تجو تبيعوا البيض تحكموا داتور، يعني لو تباع في المكتبات تشروه وتخدموا به وقت ما يوم ما تبيض الدجاجة اللي راكم حابين تبيعوا بيضها تعملوا عليه هذاك الداتور. وكذلك الحليب اللي تبيعوه، كذلك الحليب ديروا فوق القرعة لاضاس. يعني بما انه ما يكونش عندكم، يعني راه مشروع يكون جديد وما يكونش عندكم الامكانيات باش تغلفوه وديروا له تغليف راكم تعرفوا يعني، فديروا له داتور راح يسهل عليك وعلى المستهلك. حتى المستهلك مش راح يخاف، مش راح يشري حاجة مش عارف كيفاش تخلص، مش عارف إذا خلاها أيام، إذا يخليها على سمانة، إذا يخليها على شهر، مش عارف شحال من يوم تحكم. خاصة إنها طبيعية وما فيهاش المواد الحافظة، فأحسن ديروا هاد الطريقة. يعني هاي ديك الأخرى هبة وهذاك خرج. شوفوا كيفاش أنا داير لهم هكاك وخرجوا. المهم حبيت نوه لهاد الفكرة برك تاع الداتور، راهي حاجة مليحة بزاف. يعني راح تبني ثقة بينك وبين المستهلك، يعني خاصة في هاد الحوايج راهي ضرورية. يعني الحوايج الطبيعية اللي ما يكونوش فيها المضافات، لذلك أحرصوا على الداتور.